السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ النهاردة هنتكلم عن السيشن بتاعتنا اللي فيها الانجينيرينج وفيها الميكانيكال سوليوشنز. هنبص على المشاكل مع بعض ونشوف نقدر نواجهها ازاي وحلولها، الحاجات اللي ممكن تواجهنا في التصنيع، الحاجات اللي ممكن تواجه العامل في التصنيع، الحاجات اللي ممكن تواجه العامل في التجميع والتركيب، والحاجات دي كلها هنشوفها مع بعض. ويلا بينا نبدأ. اول حاجه نتكلم فيها بالنسبه للمانيوال سكرين، هي مثلا ان البارت ده اللي هي السنده دي، احنا اتفقنا اللي فيه كونكريت هنا، فيه خرسانه، في ارض هنا. اي نعم، دي هتبقى على الارض بس هتبقى عند رجل العامل، بس ممكن العامل برضو يجي يتخبط هنا يتخبط هنا، والحته دي شارب جدا. فاول حاجه ممكن نعملها هي ان هنخلي السطح ده بسوى السطح ده، بحيث ان التجميع يكون اسهل. وفي نفس الوقت هنكسر السوك دي، نكسر السوك يعني نعمل فيلت، نعمل شامفر. فاحنا اول حاجة هنعملها، هنقيس المسافة دي قد ايه. المسافة دي 4 سنتي ونص، فاحنا هنفتح ده كده، هنقلله 4 سنتي ونص. بقت على السطح ايه؟ على السطح نفسه. واحنا اتفقنا ان هي هتاخد خط الحام من هنا، وتاخد مثلا خط الحام من هنا. وممكن احنا نلغي الايه، نلغي ده، وبعدين نعمل edit كده، ونعمل حاجة اسمها بريك كورنر. اختار الكورنر ده، الكورنر ده، اختار كده. تمام، 5 مللي، حلو اوي. كده انا كسرت السوك، نطلع كده. تمام. خلي بالك ان، بص، شايف دي مشكلة، خلي بالك برضه، دي كده مشكلة. احنا اتفقنا ان ده، دي تخانتها 6 مللي، ودي تخانتها 4 مللي. احنا عايزين نخلي التخانة دي برضه 6 مللي، عشان الاتنين يكونوا مع بعض، عشان لما تيجي تركب على الحيطة دي كده هتنزل لتحت، دي هتنزل لتحت، فال2 مللي دول هيبقوا فوق مش هيبقوا تحت. هنعمل كده، ندوس عليه مرتين، ونجيب التخانة نخليها 6 مللي. تمام زي الفل. كده بقى شكلها أحسن. أو ممكن يبقى فيه برضو ايه حل تاني، وهو إن أنا ممكن بدل ما أجيب باليتة والحمها، ممكن أخلي دي، آه، أخلي البارت ده، برضو ده حل من الحلول. أخلي البارت ده أزود له ايه، فلانشتين هنا كده، ويبقوا اجيبهم من حتة صاج واحدة، ولكن هيبقى كل الحتة اللي في النص دي هتكون هالك للصاج. فانا بالتالي ما استفدتش بنسبة كبيرة من لوح الصاج اللي انا ايه هقطعه عشان اخد الحتتين دول. هل في شبك تاني ممكن نكسرها؟ تعال كده نشوف. برضو الشبك دي ممكن تتكسر، عشان لما العامل يجمع قبل ما نروح بيها على الموقع. برضو هنعمل بريك كورنر. إلى حد ما هي شكلها إلى حد ما أحسن طبعا. وبرضو دي هتبقى 3 مللي، الكورنر هيبقى شارب جدا. فبرضو محتاجين ان احنا نكسر السوكة، نعمل فيلت او نعمل بريك للكورنر. كده شكلها احلى. برضو السوكة دي محتاجة تتكسر. انا ليه بستخدم بريك كورنر وبستخدمش فيلت؟ يعني من باب اولى انت عامله شيت ميتال، فاستخدم بريك كورنر من التاب بتاع الشيت ميتال، فاهم؟ بس مش اكتر ولا اقل يعني. كده دي اول حاجة، كسرنا ايه، معظم السوك. برضو ممكن نكسر السوكة دي. السياق كلها صغيرة يعني. بالمناسبة احنا محتاجين برضو نعدل كام حاجة في الايه،
دي لو جينا نفتحها، شايف انت الحاجات اللي هي انت جايبها ستريت جدا. فانت ممكن تضايق العامل وهي بتخش بين البارات بتاعة المانوال سكرين. فهنعمل ايه؟ هنعمل حاجة حلوة جدا، وهي ان احنا هنعمل بريك للكورنرات دي، ولكن هيبقى شبه التشامفر. هنا ممكن بقى نستخدم التشامفر احسن. هقولك ليه دلوقتي. التشامفر بيتعمل بكذا درجة. انا عايز الايه، عايز الدرجات بتاعتي تكون كبيرة شوية. هنخليه 10 ملي على 30 درجة. وهنا هناخد كل الجناب اللي على الشمال ب30 درجة. ليه؟ لأن أنا لو جيت خدت ده هيعمله 30 درجة في الاتجاه التاني، ده اللي أنا مش عايزه. تمام. وهاجي برضو هعمل شامفر، هيبقى 30 بس هعمل فليب دايركشن. هيبقى 30 برضو بس هعمل فليب ايه، فليب دايركشن. واختار بقية. كده شكلها أحسن، وفي نفس الوقت مش هيحصل ايه، ان هي هتضايقني وهي داخلة. حصل هنا ايرور، اكيد ايرور في الميت، من الميتس بتاعت الايه، بتاعت الشوكة. نخرج بره edit component ونعمل دي edit. وبيقول لي ان في missing edge. missing edge اللي هو الايدج اللي كان هنا. انا هختار الايدج ده بس، وهتتظبط لوحدها. وادوس اوكي. يبقى هو نفس الايدج، ولكن بعد ما اتعمل له ايه، بعد ما اتعمل له تشامفر. ده كده بالنسبة للفيلت وكسرة السوك وكده. الشكل بقى احسن، والديزاين بقى ايه، بقى اقوى. تاني حاجة ممكن نتكلم فيها، وهي الوزن الخاص بالمانوال سكرين. احنا وزن المانوال سكرين دي، البارتات كلها عبارة عن ستانلس ستيل 304. فالوزن تقريبا هيكون 230 كيلو. فانت عندك كيلو الستانلس 160 جنيه للكيلو الواحد. وهنضرب في 230. يعني المانوال سكرين دي تقريبا متكلفة 40,000 جنيه. وزن وتكلفة المانوال سكرين. تالت حاجة ممكن نتكلم فيها، طبعا كل الأحمال اللي ممكن تكون موجودة على البيج هنا هي أحمال طبعا الوزن. ولكن في رد فعل للأرض. في رد فعل الأرض دي كده مش متعلقة في الهواء، هي في الأرض، في الأرضية تحت في الحوض. وكمان في أحمال للحام. في هنا الويلد ستريس، هنا في ويلدنج، كل ده ويلدنج. ولكن هنا في أحمال. هنا بقى في أحمال. لو جينا عملنا كده وفتحنا السيميوليشن، هنلاقي إن ده لما بينزل عليه الزبالة اللي جاية من الحوض، لو جينا بصينا هنا كده هنلاقي إن الشوكة تاخد الزبالة اللي جاية وتطلعها على المصفى. ففي هنا أحمال. الأحمال دي بتعمل وزن على المصفى، والمصفى متثبتة من هنا ومن هنا ومن تحت. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنحسب الأحمال دي. لو جينا بصينا هنا على الطرف وعملنا static simulation، لأن هي static طبعا، ستانلس ستيل 304. وهختار نقط التثبيت اللي هي هتكون دي ودي وده، وادوس اوكي. كده انا مثبتهم. وهحط external load هنا كده على السطح ده. هنقول مثلا ان الزبالة ممكن يكون 50 كيلو، فهتبقى 50 نيوتن، 500 نيوتن، سوري. ودوس اوكي.
وبعدين هعمل ميشنج وهخلي المش فاين عشان اخد نتائج اعلى. تمام. وهقلل المش element، خلي مثلا 10. مش كواليتي هاي، وادوس اوكي. كده هو بيعمل ميشنج. كده هو عمل ميشنج. بعدين هعمل run. شكل الاسترسز بص عامل ازاي. بص عامل ازاي. بص دي هتعمل شكلها هيبقى عامل ازاي. ده الاسترس. طبعا انت مش هتعرف تقرا كده، فاحنا هنخش نعمل حاجة اسمها تغيير في قراية. هنا scientific هنخليه floating. وهنا هنخليه بالميجا باسكال. اوكي. ده شكل الصاج. هو اليلد ستريس 206، اقصى ستريس 44 ميجا باسكال. اليلد ستريس 206. طيب هيحصل ديسبيسمنت قد ايه؟ وندوس اوكي. هيحصل ستريسز تقريبا 0.4 مليمتر، يعني نص ملي ديسبيسمنت. نص ملي ممكن ما يبقاش ظاهر، ولكن بعد فترة هيبقى ظاهر. فدي اكيد هيكون ليها لايف سايكل معين. تمام. طيب السيفتي فاكتور قد ايه؟ سيفتي فاكتور هتقسم ال 200 على ال 40 تقريبا، هيبقى يعني لو جينا حسبناه هنا كده طبعا بيبقى ليه بلوت. وادوس اوكي. السيفتي فاكتور هيطلع 4.7. ده المينيمم. طبعا كل منطقة بيكون ليها فاكتور اوف سيفتي معين يعني. برضه هنخليه floating 4.7. ده أقل حاجة في safety factor. طبعا كده هي سيف. هنا احنا اتكلمنا عن الفيلتس كسلسلة عشان شكل الديزاين وعشان العامل، حسبنا تكلفة المنتج والوزن، وعملنا أحمال على المصفى عشان نشوف ايه اللي ممكن يحصل في المصفى بعد فترة من الفترات، أو لما ينزل عليها مثلا 50 كيلو من القمامة. آخر حاجة في آخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة، وهي الدرونج والأبعاد المهمة جدا في التصنيع، اللي بتسهل على العامل ازاي يجمع وازاي يصنع الحاجة. احنا كنا عملنا شوب درون في السيشن اللي فات، ولكن احنا هنا محتاجين نتكلم عن الفيو ده. الفيو ده محتاجين نتكلم عنه شوية. اول حاجة، هو انت اول حاجة بتحطها البيز وبتبتدي تجمع عليها. بتبتدي تجمع عليها ايه؟ تبتدي تجمع عليها البارات، ولكن ده مش مظبوط. اول حاجة انت بتحط الشفة دي بتحطها من فوق، وبتحطها في البارات من تحت، وبتجمعهم على بعض الأول. يعني بتجمع ده الأول، ما بتحطش البارات. بتحط دي الأول، العصب اللي ورا ده والعصب اللي ورا ده بتحطهم ورا الأول، وبتحط معاهم الجزئية دي من ورا، وبتساويهم كلهم مرة واحدة بحيث إن هما كلهم يبقوا ستريت بالطول كده فيرتيكال. لأن اللحام بيشد الحاجة. اللحام لما بيشد الحاجة، الحاجات دي ما بتبقاش مظبوطة أوي فيرتيكال. فأنت بتحاول تحافظ على الجزئية دي كويس قوي. حافظ على السبيسنج ده كويس قوي. السبيسنج ده 30 من هنا لحد هنا. طب والكلير اوبننج؟ الكلير اوبننج 20. برضو انت بتحاول تحافظ عليه. 20.3، 20 ملي. 20 ملي انت بتحاول تحافظ عليهم جدا وانت بتجمع الحاجة دي كلها. الباقي التركيب سهل. انت ركبت ده تقريبا مانوال سكرين خلصت. انت بتنزل المصفى هنا، بتلحم بقى البليت دي. البليت دي بتلحمها في ده، وبتبتدي تحط المصفى عليهم، وبس. خلاص كده يعتبر المانوال سكرين خلصت. هي سهلة جدا في التصنيع،
ما بتاخدش وقت كبير، بس بيحصل مشاكل زي ما قلت لك، مشاكل زي كسر السوك، مشاكل زي ان انت بتعمل الديزاين، لازم تكون عارف الديزاين ده ايه اللي هيحصل فيه. طبعا بيبقى فيه هنا فلو داخل على المية، فبيحصل طبعا ستريسز كتير جدا، شير ستريس. ولكن انت بتختار التخانة على حسب الستريس اللي جاية، ودي بتختارها من كتالوجات، تختارها من مانوالز موجودة للمانوال سكرين. ممكن سيرش عنها وتعرف الحاجات اللي مسموح بيها قد ايه، بالنسبة للكلير اوبننج، بالنسبة للتخانة البارة. والبارة في بارة 16 مللي، في بارة 20 مللي، على حسب الفلو اللي داخل عليها، وعلى حسب عوامل البيئة اللي موجودة فيها من هواء ومية، ولو في أي حاجة تانية ممكن يحصل فيها. أنا النهاردة خلصت السيشن بتاعتي، أتمنى تكونوا استفدتم. أنا عن نفسي السيشن دي بتكون أحلى سيشن بالنسبة لي، وبحس إن فيها هي دي السيشن اللي فيها انجينيرنج أكتر من اللي قبلها يعني. أتمنى أكون أفدتكم. ودلوقتي المانوال سكرين خلصت، وإن شاء الله هنبتدي في بروجكت جديد بإذن الله. مع السلامة. شكرا.